هو احنا ليه بقينا بنتعامل مع بعض كأعداء؟ ليه العلاقة بين الراجل والست اتحولت لمعركة لازم يكون فيها هازم ومهزوم؟ لو فاكر إن القوة إنك تلغي اللي قدامك أو إنك تثبتي وجودك بإنك تدوسي عليه، فأنتم الاتنين بتخسروا. السوشيال ميديا شحنتنا وخلت الراجل داخل أي علاقة وهو حاطط دروع الدفاع، خايف يتلغي أو يتثبت، والست داخلة شايلة سيف الهجوم، خايفة تتأذي أو تتنازل. بقينا بنقيس العلاقات بمين هيمشي كلامه، مش إزاي هنمشي سوا. الراجل والست مش في سباق مين يوصل الأول. ربنا لما خلقنا ما خلقناش متطابقين عشان نتنافس، ولا خلقنا ناقصين عشان نتبهدل. خلقنا مكملين لبعض زي الليل والنهار. الاختلاف اللي بينا ده هو سر القوة، مش سبب للخناق. الوعي الحقيقي مش إنك تقولي أنا أو هو، ولا إنك تقول أنا أو هي. الوعي هو إنكم تفهموا إن قوتكم في وجودكم مع بعض. المعادلة الصح اللي بتعيش وتكبر هي أنا وإنت ضد المشاكل، مش أنا وإنت ضد بعض. العلاقات سند، مش ساحة لتصفية الحسابات.